وإن من تمام الحب وكماله أنك إذا أحببت شخصا ما أحببت به ومعه ما يحب ومن يحب. ومن ذلك أنه في فتح مكة وبعد أن استتب الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نظر فرأى نسوة طاعنات في السن يطفن حول البيت الحرام فعرفهن، فلما عرفهن دعا بهن، فلما أقبلن عليه نزع رداءه من على كتفيه وفرشه على الأرض ثم أجلسهن عليه وجلس إليهن يتبادلون أحاديث خديجة عليها السلام ويقفون على ذكرياتها، وكان يبدو متهللا سعيدا وهو يسمعهن يتحدثن عن خديجة. وكان قد مضى على وفاة خديجة 11 سنة، فهي ماتت في السنة 10 للبعثة، أي بعد الخروج من شعب أبي طالب ب3 أشهر إن لم تخن الذاكرة، بينما كان الفتح في السنة 8 للهجرة. فلما انفض المجلس وذهب كل إلى غايته هرع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه يسألونه عن النسوة اللاتي فرش لهن رداءه وجلس إليهن وتحدث معهن، فقال لهم: إنهن صويحبات خديجة. الله أكبر، ما أعظمك يا رسول الله، على أنني أستبعد أن يكون قد قال صويحبات خديجة، فلا مدخلية هنا للتصغير ولا يستقيم حال السياق بالتصغير. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في معرض الحديث عن إجلال وإكبار خديجة، فكيف يصغر صواحبها؟ ولا أظنه إلا قال إنهن صواحب خديجة، إلا أن يكون قد عنى بالتصغير قلة عددهن فلا بأس، أو أن يكون قد قصد قصر المدة الزمنية التي لازمن بها أو فيها خديجة، إذن فلا بأس. وأظنني قد أبعدت النجعة، فليس هذا موضوعنا، إنما أردت أن ألمع إلى أمرين: الأول حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيته وإخلاصه ووفائه لزوجه، والثاني تواضعه الجم للنسوة على عظم قدره وعلو مكانته، فقد كان متواضعا ولنا به أسوة حسنة، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ثم يسألونك من هو محمد ولماذا هو منكم بهذا الحب؟ جاهلون، وليس ثمة من هو أجهل من رجل عاش حياته ثم مات ولم يعرفك يا رسول الله. ثم إنه لنادم، ولكن ولا تحين مندم، وهيهات التدارك. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وفيه قلت: يوما من الأيام لن يتكررا، ولد الضياء محمد خير الورى، فأزاح بالنور المبين ظلامنا، وأتاح للثقلين صبحا مسفرا. صلوا صلاة الشاكرين لفضله، فاز الذي صلى عليه فأكثرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.